صباح الهنا والجمال والرضا والسعادة على أحلى بنات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو. يا رب كلكم دايما تكونوا في أتم صحة يا رب وأحسن حال. طمنوني على أخباركم، يا رب كلكم دايما تكونوا بألف خير. يلا بينا نبتدي الفيديو كده في السريع، وهاخدكم النهاردة معايا جولة كده سريعة. بعد ما خلصت الشقة خالص هاخدكم بقى كده جولة معايا بعد ما فرشت الشقة كلها. وخلاص وعزلنا وفرشنا والدنيا بقت زي الفل. يلا بينا بداية بس كده، ما تنسوش تحطوا لايك، واللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل دلوقتي يشترك من كلمة اشتراك اللي موجودة تحت الفيديو باللون الأحمر. يلا بينا بداية كده من أول ما دخلنا من باب الشقة زي ما شفتوا. أنا غيرت لون دهان باب الشقة. عملته اسود، هو كان لونه قبل كده كان نبيتي، حسيت طبعا ان الاسود اشيك كتير. وبدايه كده من الريسبشن على طول اللي قدامنا ده انا حطيت السفره والنيش. عموما انا ما بحبش الجزء اللي يكون قدام باب الشقه يكون فيه هلك كتير او هرس كتير طبعا، بما ان طبعا في اطفال وكده فالدنيا بتكون متبهدله قوي. بس بنحاول على قد ما نقدر ايه، يعني الجزء اللي يكون قدام باب الشقة يكون على قد ما نقدر محافظين على نظافته، ويكون ايه الدنيا فيه حلوة شوية. تمام. فاول حاجة انا حطيتها كده في الريسبشن، حطيت الانتريه السفرة والنيش بتاعي. زي ما انتم شايفين السجادة بتاعة السفرة. دي كانت سجادة الانتريه بتاعي قبل كده اللي هو الانتريه القديم، بما ان انا غيرت لون الانتريه فطبعا السجادة دي انا ما كانش يعني ليها عندي اي لازمة، فاضطريت ان انا احطها هنا. حسيتها جدا لايقه مع المكان وكمان مساحتها حلوه قوي قوي على قد الجزء اللي فاضي. في الريسبشن يعني قدام السفره وكده، وماليه المكان وشكلها لطيفه قوي وظريفه والدنيا بقت حلوه قوي. خلاص حطيت كمان الاتنين اباليك اللي هم الموف اللي انتوا شايفينهم دول برضو كانوا عندي في الانتريه القديم، فحطيتهم هنا عشان يبقى الجزء كله ايه، يبقى عباره عن موف في موف. خلاص بس كده. خلاص بعد كده الاوضتين اللي على ايدينا اليمين دول، اول اوضه فيهم اللي هي اوضه الانتريه، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ده انتريه اسيوطي. انا حولته لانتريه مودرن، وده ممكن بسهوله جدا تعملوه عند اي منجد يكون شاطر يعني. احلى حاجه يا جماعه عجباني بجد في الشقه ان هي نور من كل حته. بجد انا بس فتحت لكم هنا النور علشان انا كنت قافله الستاير يعني لان احنا في النهار وكده. بس طبعا شايفين كميه الشمس اللي داخله من المكان. بصوا كميه الاضاءه اللي داخله. عايزه اقول لكم بجد حاجه مريحه نفسيه جدا كده بجد، وطاقه ايجابيه في البيت اول ما بفتح الصبح كده والشمس كلها تدخل يعني. دي اوضه الانتريه. انا هنا كنت معلقه التلفزيون على الحامل بتاعه يعني، ممكن طبعا احطه على المكتبه وممكن ان انا اعلقه. بس كده حطيت هنا المروحه اللي هي الستاند العاديه، وكمان حاطه هنا في الاوضه بتاعه الانتريه اللي هو الديسبنسر بتاع الميه علشان يبقى جنب ايدينا، لان دي اكتر اوضه احنا بنقعد فيها يعني. وكمان حطيت الترابيزه اللي هي بتتفتح وتتقفل دي اللي هي موجوده في اي بيت مصري. دي كنا احنا بناكل يعني احنا بناكل عليها عموما، مش بناكل على السفره، احنا مش متعودين اصلا ناكل على السفره. بس الترابيزه دي احنا دايما بنقعد كده هنا وناكل عليها. بتكون سهله عليا بفتح وقفل كده، فايه الدنيا بتبقى لطيفه يعني. بس كده دي اوضه الانتريه اول اوضه عندنا. تاني اوضه على طول اللي بعديها اللي هي الاوضه بتاعه ادم اللي هي اوضه الاطفال يعني. وزي ما قلت لكم قبل كده ان دي الاوضه اوضه كلاسيك، انا دي كنت واخداها من اهل جوزي بتاعه حماتي الله يرحمها. اخدتها ودهنتها، والحقيقه ان انا ما لقيتش احلى من اللون الابيض ادهن بيه الاوضه يعني. حسيت ان هي مريحه جدا للاعصاب وهاديه. ودهنت كمان الوان فاتحه عموما علشان الدنيا تبقى اهدى يعني. تمام. بس كده هنا حطيت السرير والدولابين، وده شكل طبعا الاتنين كومودين، وده شكل الدولاب بعد بعد الظرف بتاعته ما ركبت. طبعا دي الستاير القديمه بتاعتي، ما حدش يتريق عليها يا جماعه، عشان انا فعلا لسه ما جبتش اي ستاير خالص جديده للاوضه بتاعت ادم دي. وده هنا شكل التسريحه، وحطيت عليها الكمبيوتر بتاعي. والكرسي ده على فكرة الكرسي بتاع الكمبيوتر ده انا برضو كنت جايباه مع المكتبة اللي هي بتاعة الانتريه من نفس الشارع اللي هو برضو شارع بورسعيد. كنت جايباه برضو من هناك. تمام. ده شكل الدولاب زي ما قلت لكم بعد الظرف بتاعته ما ركبت. شكله لطيف قوي قوي وهادي وسيمبل كده ورقيق. بس كده تمام. ده الجزء بتاع اللي هو الدولاب. الناحية التانية بقى قدام السرير على طول انا حاطة اللي هي الشوفونيرة بتاعة الأوضة، وحطيت كمان المراية، ده برواز المراية. حطيت بقى عليها بقى الحاجات اللي هي ليها علاقة طبعا بآدم، الدباديب بتاعته والحاجات بتاعته. والسجادة دي برضو انا كنت مشترياها من على اوليكس يا جماعة. هيجي شكلها دلوقتي. انا كنت جايباها من على اوليكس، كنت جايباها تقريبا ب 350 او ب 400، انا مش متذكره، بس هي خامتها حلوه جدا جدا. على فكره الورد اللي فيها ده كله بارز.
محفور يعني قصدي في السجاده. شكلها لطيف قوي، حسيت ان هي مقاسها مريح جدا على قد المكان. وهنا لطيفه قوي، هنا طبعا حطيت اللعب بتاعت ادم، الزحليقه والعجله والكول سكوتر والحاجات بتاعته، علشان يعني دي اوضته بقى فاهمين، تبقى بحاجته كلها بلعبه بحاجاته، علشان ايه ما نبهدلش بره على قد ما نقدر. هنا البلكونه زي ما قلت لكم هي مش واسعه مش كبيره، بس انا طبعا ايه على قد ما اقدر عملت فيها كده قاعده بسيطه كده مريحه على قد الحاجات اللي عندي. حطيت كده كرسي خشب كان موجود عندي قديم. وبصوا الزرع بتاعنا يا جماعه، مش قادره اقول لكم على جماله بجد. احنا حاطين زرع نعناع، وحاطه كمان قلت لكم كرسي وترابيزه كده صغيره، ممكن بقى في مره نكون قاعدين مثلا نقعد نفطر فيها. بعد مثلا الظهر كده الدنيا ما تهدى الشمس، يعني نقعد فيها شويه نشرب كوبايتين شاي، بجد بتبقى بتفرق جدا جدا في نفسيتنا. وحطيت فيها النجيل اللي هو الصناعي ده، موجود عند اي حد بتاع سجاد، تقدروا ان انتوا تجيبوه على قد المساحه بتاعه البلكونه بتاعتكم. خلاص خلصنا الصاله والاوضتين اللي هم موجودين. بعد كده في طرقه بتدخلنا على اوضه النوم اللي هي الاساسيه اللي هي بتاعتي، والمطبخ والحمام. خلاص دي اوضه النوم بتاعتي، انا عملت لكم فيها قبل كده جوله. في طبعا شباك كبير ورا السرير زي ما انتم شايفين، وفي شباك تاني قصاده اللي هو ايوه اللي هو ده بالظبط كده. ده شباك خشب كده صغير برضو بيبصوا على المناور. بس طبعا هي الاوضه الحمد لله مساحتها كبيره، شايله كل حاجتي. بصوا انا هنا بوريكم الستاير عشان بس تعرفوا ان انا ستايري مش قصيره يا جماعه. الماسوره اللي بيركب فيها الستاره في السقف فوق خالص، يعني هي باديه من بدايه السقف، ودي احسن حاجه طبعا، لان الالوميتال عايزه اقول لكم ان هو كاشف كل الاوضه، ففعلا هو كان لازم يتعمل له الستاره من فوق خالص علشان تبقى مداريه كل الاوضه تمام. بس كده دي الأوضة بتاعتي. بصوا هادية ورقيقة، أنا عموما بحب دايما الحاجة الهادية البسيطة الرقيقة اللي مش متكلفة. أنا بحب كده قوي. بس دي شقة واخدة، بصوا واخدة كل حاجة يعني الحمد لله، وفيها كمان مساحة كبيرة ممكن بقى آدم يقعد يلعب فيها يعني. الدنيا بتكون سهلة يعني تمام. بعد كده ده هنا التواليت. ده انا قلت زي ما قلت لكم قبل كده ان الحمام والمطبخ احنا ما غيرناش فيهم اي حاجه خالص، ولا في السيراميك ولا في اي حاجه خالص، بس ان شاء الله دول ليهم طالعه لوحدهم يعني. اكون بقى جمعت لهم مبلغ كده محترم يعني علشان بقى نغير السباكه ونغير الطقم الحمام كله ونغير كل حاجه. بس هم الحمد لله حالتهم كويسه جدا جدا يعني، ويعني ما فيهمش اي عيب ولا فيهم اي كسر ولا فيهم اي حاجه. فهنفضل قاعدين عليهم شويه، معلش استحملوني بقى. هم زي الفل ما فيهمش اي حاجه، بس ان شاء الله يعني قريب هنغير بقى السيراميك بتاع المطبخ والحمام ده مره واحده. خلاص بس كده. بصوا انا عايزه اقول لكم مش فاتحه اي نور في الشقه خالص خالص، غير بس النور بتاع اللي هو الانتريه، لان انا كنت قافله الستاير. خلاص بس بعد كده ده المطبخ. بصوا برضو الشمس، انا بقول لكم الشمس داخلاها من كل حته الحمد لله يا رب. شايله المطبخ برضو، شايل كل حاجه، شايل البوتاجاز والغساله والتلاجة كمان، وشايل المطبخ القطعتين بتاعي. ورخامه الحوض كده زي ما انتم شايفين. تحت الحوض انا حاطه المنظفات بتاعتي، ان شاء الله برضو هبقى اجيب ستاره او ممكن نبقى نقفلها في يوم من الايام، لسه مش عارفه. وكمان الميكروف بتاعي علقته كده فوق في الحيطه بالستاند بتاعه. وده المطبخ القطعتين بتاعي طبعا، الناس اللي كانت تعرف يعني تعرف الشقه بتاعتي القديمه، هو ما غيرتوش وما عملتش فيه اي حاجه. بس كده اهم حاجه يا جماعه يعني الشمس اللي داخله من كل حته دي بجد دي ميزه حلوه قوي فيها. الحمد لله يا رب على كل نعمه احنا فيها. يعني انا راضيه جدا بكل حاجه عندي الحمد لله ومبسوطه بيها جدا. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.